سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس ومرحبا بكم. اليوم البنات جبت لكم موديل تاع جبادور تاع طفل، يعني شهرين حتى 3 اشهر. هنا جبت لكم هذه السلعه كما راكم تشوفوا، هذه يتباعوا يعني ب2000 الوحده. وهنا جبت هذا السوتاج كما راكم تشوفوا، والقالو هذا تخيروا كما تحبوه. ثاني كاين لي موديل بزاف، انا خيرت هذا عجبني، ولا فيرميتو على حساب القالون على حساب الكتان كما تحبوا. وجبت هذا لي بياس هذو، هنا خيروا لي بياسات كما تحبوا، انا نقطعهم ونديرهم. اما هنا جبت الكتان تاع القماش تاع الجلوه كما راكم تشوفوا، جاكي شغل مش قاطفه يعني. هاهو كيف راكم تشوفوا فيه، هذا اسمه الجلوه يعني 80 ألف المتر يدير، كل واحد كيفاه يبيع فيه يعني. كتان يعني مليح. هنا كما راكم تلاحظون نبداو على بركه الله. نطويو القماش البنات. انا هنا جبت ميطرة، احتجت ميطرة يعني وهنا كما راكم تشوفوا يعني مش الاستيكي بزاف، مش كما القطيفة. قطيفة تجي تتكسل، هذا ما يتكسلش البنات. نطويوه هكذا جهة العرض. كما راكم تشوفوا انا طويتو، نحيت الحاشية هذيك بلا ما نظل نعاود يعني. ودرت الطول 50 سنتيم، اما العرض درت 19 سنتيم. 19 سنتيم هذه نخليو 1.5 سنتيم كما راكم تشوفوا خارج يعني. ونبداو نفصلو. هنا نحتاج عرض تاع الرقبه، نبداو من الجهه الفوقانيه البنات، ما نبداوش من 1 ونص اللي خلينا. هنا درت 10 سنتيم، اما هنا درت 5 سنتيم كما راكم تشوفوا 5 سنتيم. وهنا نهبط ب1 ونص، 1 ونص سنتيم يعني باش يعني الطفل رضيع يعني. اما هنا في الرقبه يعني نهبط 2 سنتيم تاع الخلف، اما تاع الامام دوك نفصلوها يعني. هنا نهبط 12 سنتيم من النقطه تاع اللي هبطنا بها 1 ونص، ندير 12 سنتيم. هنا دوران الصدر درت 16 سنتيم ونعين نقطه. هنا يلبس من 2 شهرين و3 اشهر البنات، 3 اشهر ونص على حساب يعني الطفل. هنا هكذا نشكل حردة تاع الابط، ونهبط البنات بخط يعني مستقيم حتى للاسفل هكذا كما راكم تشوفوا يعني. ما نميلو ما والو، نهبطو ديريكت البنات هكذا البنات. يعني الطريقه مفهومه وسهله يعني. اما هنا دوكا نبداو نفصلو من الاسفل، هنا وين يلوح زعما كرعيه. هنا كما راكم تشاهدوا طلعت 18 سنتيم، تقدروا تطلعوا حتى 19 او 20. هنا طلعت 18، عينت نقطة من الاسفل، عينت نقطة البنات ومن النقطة هذيك تاع 18 سنتيم هنا لتحت في الاسفل البنات. عفوا يعني الكاميرا راهي تتحرك. هنا البنات عينت 11 سنتيم، 11 سنتيم من هي. ونديروا هاد التقويره هذه كما راكم تشوفوا. هنا جايكي شغل صالوبات يعني تتلبس. هذه هي يعني فصلتها سهله، مكانش يعني اسهل من هكذا. نفصل الرقبه تاع الخلف هذه البنات اللي هبطنا بها 2 سنتيم تاع الخلف. وهنا نهبطوا وهنا ثاني الكتف، ونفصلوا عادي كما راني راسمه البنات. نفصلوا طريقه يعني هذه سهله تاع رضيع يعني البنات. تقدروا يعني هكذا الطهاره ولا يعني تجي يعني مليحه بزاف باهيه هكذا. هذه هي طريقه يعني سهله. هنا نتبعوا ثاني هكذا تقويسه هذه تاع الرجل. هنا البنات باش نفصلوا يدخل الرجلين تاع الرضيع. تفصيلتها سهله البنات كما راكم تشوفوا، هذه الخلف. اما هذه الجهه المفتوحه البنات هي الامام. هنا هبطنا ب2 سنتيم، هنا نزيدوا البنات 2 ثاني سنتيم صافي. الخلف نهبطوا حوالي 4 سنتيم او 5 سنتيم. انا هنا هبطت ب4 سنتيم. نعاود ندير هذا تفصيل الرقبه هكذا البنات. هذا هو هذا الامام تاعنا.
الخلف يجي مغلق، اما الامام باش يجي هنا مفتوح نديرو لا فيرميتور ونديرو الكالو تاعنا هكذا. هنا لا فيرميتور نديروها هنا باش نقدروا نفتحوها يعني حتى لهنا، والباقي نغلقوه. هنا راك تشوفوا معايا الطريقه تاع هنا راني نوضح لكم باك ومن بعد نزيدو الكالون. هذه هي الطريقه. اما هنا البنات جبت القطعه طويتها على 2، درت 46 سنتيم حتى 50 سنتيم. هنا على حساب طول تاع الرضيع هكذا. انا درت هنا نحيو الحاشيه هذه كيما راكم، وهنا كيما راكم تشوفوا درت 46 سنتيم، ثم ديروا 49 50 حتى 50 سنتيم على حساب الطول المرغوب. هنا نقعدوا نمشيو ب 46 هذيك حتى نعينوها هكذا نصف دائره هكذا كيما راكم تشوفوا. هنا نعينو حتى نكملوا كامل هذا الدوره باش يجينا مقاس، باش كي نقطعوا بالمقص يجينا يعني مقاس يجي مدور من التحت، ما يجيش يعني جهه طالعه وجهه هابطه. كيما راكم تشوفوا نديروا نقاط وهنا نفصلوا كيما راكم تشاهدوا. ان شاء الله هنا تكون واضحه. انا راح لي المقطع يعني بصح نعاود لكم موش مشكل. انا قطعت القطعه والمقطع ما شفتوش. هنا نعاود لكم يعني قطعه. هنا البنات درت 5 سنتيم، عفوا 4 سنتيم، ومن بعد هنا دخلت ب5، وهنا البنات هبط ب1 سنتيم ودرت هذا القوس هذا كيما راكم تشوفوا. هذه هي باك الرقبه يعني تاع البرنوس تاعنا. اما هنا نفصل عادي هكذا باش نشكلنا هذا الدائره من تحت كلوش هكذا. هذه هي تفصيلتها يعني طريقه سهله ما فيهاش يعني تفصيلات بزاف، والله يعني طريقه سهله. هذا هو البرنوس تاعنا. وهنا الحجم هذا راه صغير البنات، قلت لكم من شهرين 3 اشهر. اما هنا البنات نديروا القب تاع القلمونه يعني كما نقولوها. عينت 21 سنتيم، اما هنا عينت 20 سنتيم كيما راكم تشوفوا. الجهه المغلوقه هبط ب20 سنتيم. هنا نهبط البنات بحوالي على حساب الرقبه هذه. هنا يعني باش تكون واضحه نطوي لكم هنا الرقبه هكذا ونعينو احسن يعني ما نعطيكم القيس يعني باش تفهموا. هنا اللي تجينا الدورة تاع الرقبة تاعنا. اما هنا نديرو خط عادي ل20 سنتيم اللي عيناها ونفصل. هذه هي القلمونة يعني اللي تجي للبرنوس، طريقة ولا اسهل. انا بعد ما خلصت البنات كي نجي نخيطها تبان يعني الطريقة خير من هكذا. اما هنا البنات دوك هنا نبداو نديرو المونش. انا طويت القطعه ل4. انا الطول تاع القطعه هذه البنات على حسب الطول تاع الرضيع تاعكم. انا هنا البنات درتو 26 سنتيم حتى 27. عينت نقطه هكذا البنات. بعد ما عينت 26 سنتيم هنا نهبط ب10 سنتيم من الاعلى بلا الحاشيه هذيك. دوك نقطعها البنات مانيش نقيس فيها، يعني نقيس من تحت الحاشيه هذيك. هنا البنات نجيب المونش كيما راكم تشوفوا. هنا اللي تجيني القطعه هنا نفصل يعني طريقه عادي. هنا نعين منتصف تاع القطعه هذه هكذا كيما راكم تشوفوا. هنا نطلع ب1.5 من الفوق والاسفل نهبط ب1 سنتيم. وهنا من الاسفل نعينو 7 سنتيم ولا عفوا 9 سنتيم وندير هاد التقويسه هذه هي المونش تاعنا ما فيهاش يعني خدمه بزاف. نفصل تاني كيما راكم تلاحظوا. بعد ما نفصل البنات هنا نزيد 1 سنتيم حق او 1.5 حق الكفه من تحت البنات باش ندير كفه وندير القالون. هنا نكرونتي راس تاع الذراع هكذا باش وين نحط الكتفين. هذا هو المونش تاعنا يعني طريقه سهله وواضحه يعني.
تقدروا البنات يعني يديروه الطهارة يعني تاع 27 في رمضان كيما راكم تشوفوا، يعني يجي باهي بزاف. لا كولور خيروا اللون اللي يعجبكم، هذا في البلو غوا يعني جا باهي. اما نتوما خيروا لا كولور اللي عجبتكم. هنا البنات نجي ندير لا فيرميتير. هنا بعد قبل ما نخدم لا فيرميتير نحط القطعة تاع الامام على بعضها كيما راكم تشوفوا من الاسفل. هنا البنات من الاسفل نعين 10 سنتيم هكذا ونغلقها، او 9 سنتيم ونغلق هذا القطعة هذه باش نقدر نخدم لا فيرميتير. هكذا البنات حوالي 10 سنتيم او 9 هكذا، ونبدا نخدم في لا فيرميتير. انا يعني عاودت لكم اللي ما شافتش معايا. نحطوا البنات لا فيرميتير كيفاه نخدموها دوك، نحطوها هكذا عادي ونخيطوا ونعاودو نقلبوها يعني كيما راكم تشوفوا. نحطوا الوجه داير تحت البنات، لا فيرميتير راهي دايره للاسفل هكذا، يعني الصورة توضح يعني الطريقة كيفاه. انا من خيطت 9 سنتيم هذيك نفتح ديك الجهة ونحط لا فيرميتير، والجهة الاخرى ثاني نفس الشيء. هنا البنات دوك نعاود خياطة من الفوق. هنا بعد ما خيط نعاود الخياطة من الفوق حوالي 3 مليمتر ولا باك البنات باش تثبت لا فيرميتير كما راكم تشوفوا. هذا مكان يعني نكملو حتى الاسفل بهذه الطريقة، والجهة الاخرى ثاني هكذا ثاني نديرو. هنا كاين صوف الاخير تاع لا فيرميتير نعاود نروحو للجهة الاخرى. هنا ثبتنا هذه الجهة. اما الجهة الثانية البنات نديروها من الاسفل، ما نديروهاش من الفوق هكذا، نحيو الخيوط الزايدة هذه. اما هنا دوك بعد ما خلصت هذه الجهة كما راكم تشوفوا، هنا نغلقها ونجي نخدمها من الاسفل هكذا. ما نخدمهاش يعني من الفوق باش تجينا قد قد هكذا، نحطها قد قد. هنا يعني بعد ما سورجيت كما راكم تشوفوا سورجيت القطعة تاعي باش ما تسلسلش. هنا نثبتها باش تجيني قد قد. هنا في الرقبة لازم نسي نطيحها قد قد يعني تجينيش جهة هابطة جهة طالعة هكذا. اللي بغات تستعين بالليزي بانجل هكذا تستعين هكذا. نحكم القطعة هذه كما راكم تشوفوا هكذا باش تجينا قد قد، ما تجيش يعني مايلة، خاصة المبتدئات يعني الطريقة هذه باش تسهل عليكم الفكرة يعني. شوفوا شوفوا كي تحلوها يعني شوفوا كيفاه تجي قد قد. هذه هي يعني ديروا كما قلت لكم ونخيطوا عادي، نحيو ليزي بانجل ونخيطوا هكذا. نخيطوا البنات حتى نصفوا للفوق يعني. هذا لاتيني البنات تقدروا يعني تخيطوها يعني للطهارة ولا خاصة في رمضان يعني ديال 27 ولا تقدروا يعني تخيطوها لولادكم يعني لاحين يطهروا ولا ديروها لهم تجي يعني مليحة هكذا. نعاود هنا البنات ندير نفس الطريقة الجهة المقابلة، نثبت الخياطة هكذا يعني وخلصت يعني. ولا اسهل يعني طريقة سهلة ما فيهاش يعني تعقيدات يعني درت لكم بطريقة سهلة هكذا. بعد ما خلصت يعني البنات هنا نجيب هنا البنات نهز يعني لا فيرميتير باش ما نقيسهاش ونخيط بالسوتاج كما راكم تشوفوا. نجيبوا هنا البنات نديروا طريق هنا تاع السوتاج هكذا نحطوا يعني البنات في المنتصف ونخيطوا. لازم الخيط يكون نفس لا كولور تاع السوتاج، ولا البنات ديروا الخيط تاع السناره اللي ما يبانش او يتباع يعني عند لوازم الخياطه يعطيكم يعني الكبه تحكم لكم هكذا. بعد ما درت البنات نجيبوا دوك هنا نحي الخيوط الزايده، ديما لازم نقيو البنات الخيوط هذو. هنا خليت واحد 2 سنتيمتر ولا باش نطوي هذا شوفوا البنات نطويو للداخل للوجه يعني عفوا مش للداخل للوجه لينا كما راكم تشوفوا. هنا نستعين ثاني بليزي بانجل
هنا باش ندير القالون، هنا كما راكم تشوفوا ندير القالون يمر على الرقبة حتى الأسفل يعني. كما راكم تشوفوا هنا درت طوية على برا باش كي تجي مفينية لداخل هكذا. هنا نتبع الرقبة تاعنا يعني ندورو تجي دائرية هكذا. وهنا وين طويت وين درت الطوية البنات لا فيرميتي نقلبوها لداخل يعني كما راكم تشوفوا. الطوية تاع القماش تاع الرقبة نديروها على الوجه تاعنا هكذا باش تجي خدمة فينية. وندورو هنا نخليو الإبرة ثابتة يعني لداخل ونعاودو ندورو هكذا كما راكم تشوفوا. هكذا نتبعو طريق كامل تاع. هنا طفيت لكم يعني لعد باش تبان لكم احسن الضوء راهي ما بينتش يعني مليح. هكذا كما راكم تشوفون نديرو الطريق كامل حتى يعني الصورة راهي توضح هكذا. الصورة يعني راهي واضحة كما راكم تشوفون. تبعوا الطريق تاع الخياطة. اما هنا شوفوا البنات نطويو هذه الطوية كما راكم تشوفون يعني. عاودوا الفيديو باك تفهموا هكذا من الداخل. ونعاود نزيد طوية اخرى كي شغل نشكل مثلث هنا على شكل مثلث هكذا يعني. ونتبع هنا البنات شوفوا كيف غطينا هنا السوتاج هذاك ما يبانش يعني باش نفينيو بها. ليه بدينا احنا خيطناه الاول باش كي نفينيو البنات ما يقعدش يعني باين تجي خدمه فينيا كما راكم تشوفوا هنا هكذا. نتبع الخياطه حتى الفوق هكذا كما درت الجهه الاخرى البنات ندير الجهه هذه بنفس الشيء. يعني خليتكم الفيديو يعني باش تشوفوا مليح يعني الطريقه. هنا ندور على الرقبه كامل البنات كما استعملت الطريقه اللي من هي الجهه اللي من هي نفس الطريقه منا هكذا حتى نكمل الرقبه تاعنا. هذه هي الطريقه يعني. هنا البنات بعد ما كملت يعني خيطت يعني الجهه. هنا البنات شوفوا يعني هرب لي شويه القالون بصح معليش يعني من بعد نعاود نجبد باك شويه القالون ونخدمه. نعاود خياطه ثانيه. هنا نعاود الخياطه الثانيه البنات من الجهه الاخرى هكذا كما راكم تشوفون. نكسل القماش تاعنا عشات كاينه بزاف القالون كاين بزاف طويوه ما كانش كسلوه برك يعني وخيطوه عادي. هنا خيط طريق ثاني يعني باش نثبت هكذا بعد ما خلصت كما راكم تشوفوا. وهذه هي يعني شوفوا كي تفتحوا لا فيرميتور عادي. هنا جينا للرقبه تاع الخلف ندير طويه للامام هكذا عفوا للخلف يعني ندير خياطه لداخل كما راكم تشوفوا. وهنا نغلق الكتفين نغلق الكتاف. بعد ما نغلق من بعد نسورجي البنات انا كامل من بعد. لاش راني ما درتش قدامكم السورجي يعني بصح راني نعاود نسورجي من بعد كما الكتاف يتسورجاو البنات هكذا. هذه هي يعني نغلقنا. بعد ما غلقنا الكتاف هنا البنات نجيو نركبوا ليمونش هكذا. عفوا قبل ما نركبوا ليمونش نغلقوا يعني هنا السروال. هنا لازم يجيكم هنا في المنتصف السروال لازم يجيكم في المنتصف يعني الفتحه تاعو باش ما تجيش جهه مايله وجهه هكذا. البنات نتوما حكموا بليزي بانجل كيما راكم تشوفوا. انا هنا راني نوري المبتدئات يعني. ها هنا بعد ما حكمت بليزي بانجل نجي للمنتصف نخيط البنات هكذا يعني باش يجيكم يعني قد الفتحه تاع السروال ما تهرب لكمش يعني هكذا. بعد ما خيطت الجهه نزيد الجهه الاخرى بنفس الشيء هكذا. البنات نكمل كامل الرجل تاع هكذا البنات. هنا خلصت يعني خلصت هنا يعني السروال
هكذا كيما راكم تشوفوا. قعدوا لنا الجوانب البنات، قعدتنا يعني الجوانب، هنا الجوانب ما نغلقهمش يعني حتى نركب الماش هكذا، يعني هاي بدات تبان. هنا ما نغلقهاش حتى نركب لي ماش باش نغلق الجوانب مع بعضها. هذه هي. هنا البنات لاتوني هذه البنات يعني اللي قلت لكم تلبس من شهرين 3 اشهر، يعني هكذا 3 اشهر ماكسيموم، 3 اشهر 4 اشهر. اللي حبت تزيد يعني في المقاس تزيد. 13 هذا الكتان راه ما يتكسلش يعني، وممكن يعني نتوما الاحسن زيدوا شويه في الكيل باش يجيكم يعني مستعة شويه. اما هي يعني تلبس ماكسيموم شهرين 3 اشهر. هكذا البنات هنا ركبت لي ماش، طريقه تاع لي ماش يعني موالفه نستعملها معاكم. هكذا ركب كامل الدورة تاع الذراع. ها البنات شوفوا هنا راه جا قد يعني ما جاش زايد ولا ناقص، كيما راكم تشوفوا جا قد يعني. هكذا هذه هي الجهة يعني، ونكمل الجهة الأخرى بنفس الشيء. أنا بعد ما كملت الجهة المقابلة البنات نجيب هكذا السوتاج، مشيت وين خيط المانش، يعني من مخيطة المانش البنات من الخياطة هذيك نتبع هكذا كيما راكم تشوفوا، نتبع الخياطة كامل بالسوتاج باش تجي يعني باهية. هكذا كيما راكم تلاحظوا تبع كامل الطريق. ونتمنى البنات اللي طبقت الخياطة ولا تبعث لنا في لاباج تاع الفيسبوك، صفحة الفيسبوك البنات، او على الجروب كما حطيت لكم في الفيديو السابق البنات. الجروب ولا نحط لكم الان في صندوق الوصف، اللي حابة تدخل يعني تلقى الروابط تاع الفيسبوك والصفحة والجروب. اللي حابة تنضم لينا مرحبا بها، مرحبا بكم البنات. اما هنا كما راكم تشوفوا في الماش نطوي طويه لداخل البنات، واحد سنتيم هكذاك ولا، ونحط القالون كما راكم تشوفون، نحط القالون هكذا، يعني طريقة سهلة. هذه هي هكذا باش يجي الخدمة مفين يعني لداخل هكذا، ما يكونش يعني ما تكونش الخياطة يعني لداخل ولا، كما راكم تشوفوا. هنا نفس الشيء المانش الاخرى البنات نخدمها بنفس الطريقة هذه، نركبوا المانش بنفس الطريقة، الطرق اللي استعملناها المانش هذه نركبوها من هي، نستعملوها من هي عفوا. هنا بعد ما خلص البنات دوك هنا نجيو نغلقوا عفوا قبل ما نغلقوا نزيد هنا في الاسفل ثاني، هنا نستعمل ثاني القالون في الاسفل كيما استعملنا في المانش. اللي بها البنات قلت لكم ما نغلقوش دوكا يعني الجوانب حتى نكملوا كامل هذه الخطوات باش كي نقدروا نغلقوا القميص تاعنا كيما راكم تشوفوا هكذا حتى نكملوا الجهة المقابلة ثاني بنفس الشيء. هنا بعد ما كملت هنا البنات نزيد نكمل الجهة الثانية، ومن بعد نغلق البنات كما راكم تشوفون. نحي الخيط هذا الزائد ونخيطه. هنا خيطوا البنات عادي 1 سنتيمتر ولا 2 سنتيمتر على حسب واش زدتو نتوما في القياسات البنات، وعلى حسب الحجم تاع الرضيع. كاين يكون شويه ميزانه زايد، كاين يكون ميزانه شويه ضعيف، يعني كل واحد وكيفاه. يعني البنات دوك هنا السوجي كامل نكمل بالسوجي الجوانب، وهنا من جهة الرجلين وين غلقنا هذو كامل عقب عليهم السوجي كما راكم تشوفون. هنا بعد ما سوجيت هنا كملنا البنات. هذه هي البنات شوفوا كيفاه جات، يعني جات باهية وتلبس كي تلبس البنات تجي باهية مليح.
وتقدروا ديروها في الروج، ديروا لي كل اللي حبيتو البنات، كل اللي حبيتو استعملوها يعني تجيكم باهيه. هنا البنات نجيو نركبوا القلمونه كما راكم تشوفوا. انا وين خليت لي زيبينغل نخيط، ندير خياطه هنا هكذا ندير خياطه البنات، وهنا نجي نركب هذه القطعه تاعنا، نركبها البنات هنا قبل ما نخيط، باش كي نحكمها في الخياطه خير. هكذا نركب هنا كما راكم تشوفوا. هنا راني كملت يعني الخياطه، هكذا ثبت كامل القطعه تاعي كما راكم تشوفوا. شوفوا كيفاه جات هنا البنات، هاي بدات تبان يعني هكذا كما راكم تلاحظوا. اما هنا البنات نجيبو البرنوس تاعنا كما راكم تشوفوا، ونحطوا القطعه تاعنا هكذا قلمونا نحطوها كما راكم تشوفوا. يعني هنا البنات راكم تقدروا تسوجيو، ديروا السوجي هنا هكذا، ونحكموا القطعه تاعنا راهي تجي قد البنات، ما تجي زايده ما تجي ناقصه، ونخيطوها هنا نخيطها البنات ومن بعد نسوجيها باش كتجي مفينيه لداخل هكذا. يعني ملي ما عندهاش سوجي دير طاويه اخرى فوقها باك وخلاص باش كي ما تستنسرش. هنا نجيب السوطاج تاعنا كما راكم تشوفوا هكذا، نجيب حوالي 114. انا قياس قسط 114، هذه نعينو المنتصف تاعها ونركبوها هنا هكذا البنات، نحطوها ونخيطو وين ركبنا القلمونه تاعنا هكذا. نبداو نخيطو من هنا، نخلي هذاك الزيت خارج من هنا هذاك البنات، ومن بعد نربطو به البنات ويجي باهي ثاني هكذا كما راكم تشوفوا. نتبع كامل الطريق هكذا البنات. هكذا ماما راهي واضحه يعني وين خيطت يعني القلمونه ندير هذا الخيط كما واضح. هذا يقعد زايد يعني في الليكوات يقعد زايد هكذا، ونركب لهم القطعه هذه، نحي الزايد هذا انا البنات حبيتو ديروا بالكولا، حبيتو تخيطوا، حبيتو طريقه اللي ساعدتكم يعني تحكموا بها ديروها. انا هكذا كما راكم تشوفوا خيطت يعني، حطيت القطعه على بعضها وخيطت السوساج دويته على بعضها وخيطت هكذا كما راكم تشوفوا. يعني تزيد زينه باهيه يعني ديال البرنوس تاعنا. هنا بعد ما خلصت البنات نجيب القانون تاعي، ندير ثاني طريق كامله ندور بها. انا ندير طويه كما درنا في السروال، ودرنا لازم ندير طويه البنات على برا الوجه حوالي 1 سنتيم هكذا. يعني الصوره لما فهمتوش على كلامي البنات الصوره راهي توضح لكم. انا نسي يعني باش الصوره تبان لكم ساعه نطفي الضوء ساعه نشعل، ما قلت باش تجيكم واضحه، خاف انا ما تجي تبان لكمش يعني كيفاه درت. هذا القالون يقعد كيما راه يعني هكذا. نكمل ندير الطويه تاعي ونفوت يعني على القالون كيما راكم تشاهدوا. انا ندير طويه خفيفه برك هكذا، والقالون يقعد يعني السوتاج يقعد يعني خارج لهيه. نكملو بنفس الطريقه هكذا. هاي الصورة ان شاء الله تكون واضحة، وان شاء الله تجربوه البنات اللي حبت يعني تجربوا ديروا لولادها ولا تجربوا البنات جربوه. مام يعني العمر 4 سنين 5 سنين تاني يجي باهي. نتوما يعني هنا هذا البرنوس تقدروا ديروه لولادكم عادي هكذا. يعني نشتي يلبسوا فوق قندورة ولا فوق اي حاجة تقدروا تستعملوا غير البرنوس هذا، ولا بغيتوا ديروا له قندورة ثاني ديروا له يعني لبنكم نهار ليلة 27 اللي عندهم مناسبة طهارة هكذا كما راكم تشوفوا.
انا هنا البنات انا طولت عليكم شويه الفيديو يعني للمبتدئات، يعني باش تفهموا برك. يعني هنا نزيد نعاود خياطه ثانيه نفس الطريقه اللي استعملتها معكم. نمشي كامل البنات باش كي نثبت القالون ما يطيحش يعني، وتجي الخدمه مفينيه هكذا. خاطرش انا خيطت هذا القالون يعني كما راكم تشوفوا فيه جاي شويه عريض، يعني هو في الواقع باهي يعني تشوفوا يعني باهي، وجاي وموش جاي نيلون بزاف. كان هذوك لي قالون جاي كشغل يابسين البنات ما تقدروش تستعملهم، اما هذا راه مليح يعني يساعدكم في الخدمه. هكذا بعد ما كملت يعني بدا يبان. شوفوا البنات كيفاه يعني جا. انا بدا يعني يبان البرنوس تاعنا. بالاسفل البنات ندير سورجي، وهذه هي الطريقه ان شاء الله تكون مفهومه. هنا ندير سورجي البنات وندير كفه يعني خفيفه. انا بعد ما كملت انا كملت تزيين تاعي. هنا جبت لكم القطع شوفوا كيفاه جاو يعني باهيين. هنا باش كي نوريلكم التزيين يعني، وهنا ديروا التزيين كيما تحبوا، كل وحده تحط لمسات اللي حبتها يعني. ما ديما نقول لكم البنات ما تقيدوش باش رايحه ندير انا هنا جبت هاد القطع كيما راكم تشوفوا، نحط كيما حطيت منها نحط منها يعني هكذا. يعني راهي واضحه. هنا حطيت الوكيل يعني اللي نحطو منه باش تجيني قد انا هبط 7 سنتيم، وندير شويه هكذا كولا يعني شويه بيستولي هكذا، ونحط القطع تاعي هكذا. نحط القالون تاعي بنفس الطريقه ثاني الجهه هذه هكذا، وتجي يعني تجي الشكل باهي، وتزيد اضافه يعني للبرنوس تاعنا. هنا ثاني نفس الشيء، جبت ثاني 2 قطع. هنا البنات هبطوا 5 سنتيم وعين نقطة. هنا ثاني هبط 5 سنتيم، ونحط القالون تاعي. راني ركبت البنات هنا بعد ما خلصت. شوفوا يعني كيفاه جا يعني جا باهي في الواقع يعني جا احلى يعني من الصورة هكذا. انا طول البرنوس البنات يجي للركبة يعني تحت الركبة شوية باش ما يجيش طويل بزاف. اللي حابة تزيد ديرو طويل هذاك اختيار تاعها. عفوا. اما هنا البنات جبت 2 قطع 11 سنتيم على 12 سنتيم، 2 قطع. هنا نديرهم لليدين البنات للحنة يعني تاع الرضيع تاعنا. بعد كي تحنيولو البنات ديروا له هذا الليقوات كيما نقول نسميوهم. هنا ندير طويل البنات 1 سنتيم هكذا للداخل يعني عادي. هذه اختياري اللي حبت تزيدها يعني اضافات، اللي ما حبتش عادي. هنا بعد ما طويت 1 سنتيم للداخل نجيب لاستيك كما راكم تشوفون. نجيبو قطعة تاع لاستيك تاعنا ونحطها البنات ونجبد. هنا لاستيك نجبد يعني البنات حتى نتشكل عندي هذا الشكل هكذا. هنا جبت لكم قيس تاع لاستيك يعني 12 سنتيم. اللي ما عرفتش يعني جيبوا قطعة لاستيك 12 سنتيم هكذا. 12 سنتيم تكفيكم يعني. هاي هنا نعاود نحط الوجه على الوجه، ونعاود نسكر القطعة هذه. هذا وش فيها يعني ما فيهاش خدمة بزاف. انا نحي الزائد. هذه هي البنات يعني طريقة سهلة تجيك شغل باشيت باك هكذا. حق ما يلوح يدو الرضيع باك يديروا الحنة ما يجي يعني الشكل تاعو باهي. كيما راكم تشوفوا خدمت 2 يعني نخدم 2 قطع. هنا جبت التزيين ثاني اختياري البنات. هنا جبت السوتاج كيما راكم تشوفوا طول تاعو 15 سنتيم،
15 سنتيم ونشكلوه يعني بابيون. برك هنا نغلقوه، هنا نديرو شوي كولا باش ما يستنسرناش هكذا من الجهتين في زوج. هنا نشكل برك بابيون البنات ونحطوه في الوسط. هذا تزيين برك اختيار، يعني اللي حابة تزين بطريقة أخرى تزين البنات. هكذا كيما راكم تشوفوا نعكسوا الخيوط هكذا ونحط ونشكلها هذا الشكل. شوفوا البنات، يعني طريقة سهلة. ونحطها هنا في المنتصف زي كي شغل بابيو البنات. هذا واش نحتاج في التزيين، يعني اللي ما عندهاش يعني هذا التزيين تخليهم هكذا ثاني باهيين، ولا اللي عندها حجاري هكذا في الدوري ولا تحطهم في الوسط، اللي قاعد لها سوتاج تخدم هكذا عادي. هنا البنات نكمل نحط يعني القطعة تاعي تاع البابيون ونكمل الجهة الأخرى. ونخليكم البنات في أمان الله، وصحة رمضانكم وتهلاو في روحكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.